السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على النبي يا جماعة. احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية المدرسة في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها ياريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا جماعة ياريت يشرفنا ويشترك، واللي عنده اي استفسار او اي رؤية يتفرج على الفيديو. في اخر الفيديو في التعليقات او الكومنتات يحط الرؤية بتاعته او الاستفسار بتاعه، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم يا جماعة. ما تنسوش اللايك، وعندكم كلمة اشتراك باللون الاحمر ياريت تدوسوا عليها وتشرفونا وتشتركوا. رؤية المدارس يا جماعة او المدرسة في المنام. من دخل المدرسة او شاف المدرسة في المنام فيها زرع، فيها ورد، فيها شجر اخضر، فيها من الحاجات الجميلة اللي بتظهر دي، ان شاء الله تكون انت في ضيقة وربنا هيفرجها عليك، او هتكون انت يعني واقع في مشكلة وهتنحل بإذن الله. طيب اللي شاف نفسه في المدرسة ان هو بيعلق لوحة او بيكنسها او يعني بينظم الفصل، ان شاء الله ترتيب امور عندك هتتظبط، امور عندك هتنعدل، امر كان صعب وربنا هيسرهولك باذن الله. فربنا ان شاء الله تكون في دقة وهتنحل ان شاء الله باذن الله. طيب من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله طريقا للجنة باذن الله. طيب لو حد شاف نفسه ان هو قاعد في الفصل ومش فاهم حاجة او مش مستوعب حاجة من المدرس اللي هو بيشرحه، فده يا جماعة امر بيصعب عليك، يعني في امر انت محتار فيه في حله، في امر انت عايز تعمله بس مكسل او خايف ان انت تقدم عليه او ان انت تعمله، فده بيبقى امر صعب عليك. طب اللي شاف نفسه ان هو قاعد في الفصل وفاهم ومستوعب ان المدرس بيشرحه وقاعد وبيكتب وبيحل، فان شاء الله باذن الله ده امر وربنا ييسر لك الامر فيه، يعني ابشر الامر ده ربنا هيسر لك الامر، ان شغلانة جايالك هتقضى، يعني مشروع عايز تعمله ان شاء الله ربنا ييسر لك الامر فيه باذن الله، خطوبة انت مستنيها ربنا او زواج، يعني امر انت عايزه ربنا ييسر لك الامر فيه باذن الله. طيب لو انت سمعت جرس المدرسة وانت داخل متأخر او مش قادر، يعني ما دخلتش بسرعة او في حاجة مأخراك او حاجة معطلاك، تعطيل ده بقى في خطوبة، في زواج، في شغل، في حاجات كتير في حياتك، مش مفيش انتظام في حياتك، كل حاجة حاسس انها ضايعة منك، حاجة حاسس ان انت حاجة مأيداك او ربطك ان انت مش قادر ان انت تعمل الحاجة دي، مش قادر تقدم على الحاجة دي، فده بيبقى امر صعب عليك. فانت تراجع نفسك وتلحق نفسك وتصحى او تصحي من الغيب، يعني تفوقي من الغيبوبة اللي انت فيها او اللي انت فيها. الحقوا الوقت ده من عمركم، اسعوا، يعني اسعي فوقي او فوق، شوف ايه اللي وراك اعمله، ربنا بينذرك بالشيء ده، تنجز في الحوار بتاعك عشان ربنا يقضيهولك بسرعة، مش تبقى رجل بره ورجل جوه وخايف، لا انجز في الحوار بتاعك. طب لو شفت ان الجرس ضرب وانت بتجري بسرعة، اهو ده الامر اللي ربنا يسرهولك، بشرى ليك ان امر كان صعب عليك، خطوبة يعني ان انت عايز تخطب ان شاء الله ربنا هيسر لك الامر وهتخطب، زواج ربنا هيسر لك الامر فيه، حاجتك هتقضى وهتتجوز، شغل، يعني حاجات كتير انت بتبقى بتتمناها ربنا بيقول لك ان الحاجة دي هتقضى ليك بإذن الله، والله اعلى واعلم يا جماعة. فدايما
لو انت في حفلة في المدرسة وشفتها من غير طبل ولا زمر ولا اي حاجة من دي، حفلة ان انت قاعد بتتكرم، بتاخد جايزة، بيكرموك، المدرسين بتسلم عليك، اعرف على طول ان ده لو طالب بإذن الله نجاح، ونجاح بتفوق ان شاء الله بإذن الله. لو بنت عزباء، خطوبة قريبة جدا، او زواج قريب جدا جدا فوق ما تتخيلي. ربنا بيبشرك ربنا يرزقك بابن الحلال، علو في شأنك، علو في منصب في شغلك، علو في وظيفتك، يعني حاجة كويسة جدا الحفلة في المدرسة، وتكون بتتكرم وتكون صحي كده ومبسوط ومتفائل خير بإذن الله. والله أعلى وأعلم يا جماعة. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.